الست درية شرف الدين وزيرة الإعلام أستاذتي اتعلمت على إيديها، قامت مطلعة قرار بمنع مرتضى منصور من دخول التلفزيون. تقول لك أصله بشت. يا ست درية، كشفت نفسك إنك كنت مستشار للجمعية الوطنية للتغيير. كشفت نفسها، كان من ضمن المستشارين بس مستشار غير إيه؟ غير رسمي. كانت تقعد معاهم وتقعد عند هيكل وتقعد مع الجماعه مش عارف مين. طب في ايه بتقعدي مع الناصريين؟ وفي ايه بتقعدي مع هيكل مع الجمعيه الوطنيه للتغيير بتاعه الامريكان؟ افهم ولا لا؟ مش هتفهم. هو كله بيقعد في اي حته وخلاص. وبقت ايه؟ تقول لك ما ندخلش مرتضى اصله بيغلط. طيب بتدخل احمد ماهر ليه؟ طب يا اختي لما انت كده مش عايزه تدخلي مرتضى، ما كنت تشوفي قناه النيل للاخبار، ما تروحي تشوفي القناه الخامسه في اسكندريه، ما تروحي تشوفي بعض قناه اسمها ايه، في قناه تانية برضو الناس قالوا لك لو ما لموش نفسهم هنطلع عليه، القناه السابعه في المنيا. ما تروحي تشوفي القناه السابعه والقناه الخامسه يا ست دريه، ما هم طابور خامس وشغالين لحساب الاخوان اللي في المنيا والاخوان اللي في اسكندريه بيقبضهم. انت فين ياما؟ اتشطرت على الراجل اللي بيقول اللي على لسانه، الراجل اللي على قلبه على لسانه مرتضى منصور، اتشطرت عليه ومنعتيه من دخول التلفزيون المصري. برافو يا شعب، وخليك نايم يا شعب، خليك نايم وانت بتتفعص بالجزم، خليك نايم والنصابين بينصبوا عليك، خليك نايم يا شعب وانت بتاخد على قفاك. نام حلو قوي وخد على قفاك حلو قوي. قدام منك اسبوع يا سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي، قدام منك اسبوع زي ما انت اديت للاخوان اسبوع كده بناء على اراده الشعب، انا بديك اسبوع بناء على اراده الشعب. اما ان انت تطهر الطابور الخامس، واما ان يكون هناك ما يعلمه الله. ده اذا انتوا ما قفلتوش القناه قبل اسبوع، لان ممكن يقفلوها قبل اسبوع يقول لك اقفل بقى القناه، ما هو مش هيعرف يتكلم مع الناس. خلي بالك، زي ما قفلتوها يوم 9/8 لما شلتوا المشير طنطاوي يوم 12/8. الناس مفكره ان الاخوان اللي قفلوها في 9/8، لا مش الاخوان. انا قلت قبل كده الكلام اللي انا بقوله، انا ما بقولش اكاذيب ولا بقول ادعاءات، انا بقول حقائق. نشوف مع بعض ازاي بيتم الكذب والخداع، ازاي الاعلام الصهيو امريكي واعلام الطابور الخامس اللي في مصر، وانتوا عارفين من هو اعلام الطابور